شباب غاوي الحمام واللي بيحب الحمام بيهتم بكل تفاصيل الحمام. فرد الحمام ده انا ملاحظ ان هو بقاله كام يوم كده قاعد على جنب، ما بيزومش زي الاول يعني. اهو بصوا، تحس لا في حاجه مضايقاه، ومش تعبان ومش مريض يعني. انا حتى عزلت شويه بسيط على الزرق بتاعه، لا فرد الحمام كويس، مفيش فيه اي مشكله. طب فرد الحمام فيه ايه؟ فرد الحمام ده انا من فتره النتايه بتاعته كانت عطاله وبتاع، فبعتها اديتها لحد يعني على عيبها وكده. فمن الحزن فرد الحمام زي ما انتم شايفين كده حزين. يعني الناس اللي فاكره ان الحمام جماد، لا الحمام مش جماد يعني. مش حته طوبه، لا الحمام بيحس برضه. الحمام بيحس بصاحبه، عشان كده احنا بنحب الحمام وبنحب نغوى الحمام. وما بيحسش بحته زي ديت غير اللي بيحب الحمام قوي. مش شرط يكون عندك مثلا انواع جامده، انواع غاليه، الكلام ده لا، بس تكون بتحب الحاجه دي، بتحب الطير ده مهما كان نوعه ومهما كان سعره. الحمام قلنا قبل كده ولا هو بنوعه ولا هو بسعره. تخيل ده لو النتايه بتاعته موجوده دلوقتي كان زمان طلعها انزل لها كده، انتوا فاهميني؟ فمعلش يا صاحبي والله هجيب لك نتايه، معلش. صلوا على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ما تزعلش يا صديقي، هرضيك واجيب لك الانثى بتاعتك. سبحانك يا رب. زي ما انت عندك برضو بتحس، هو الحمام برضو فيه بيحس شوية. الفرق ما بيننا وما بينهم العقل بس، برضو ربنا حاطط جوه الحاجات دي غريزة. زي ما طلعنا في الفيديو اللي على قناة الحمام ما شاكوش، قلنا ان من غرايز الحمام انه يهتم بولاده لحد ما يوصلوا لسن معين ويقول لهم امشوا. حلو، عشان ما الفرد الحامل الزغلول ما يكبرش والابن ياخد امه والبنت تاخد ابوها والكلام ده. ومن غرايز الحمام برضو اللي احنا لو جبنا فرد حمام غريب زي ده كده ودخلناه عين زي دي كده مش بتاعته، اللي في العين هيضربه ويقول له اطلع بره دي بيتنا. تمام، ودي كنا نوصل بيها رسالة. رسالة تانية. انت بقى مالك ده بقى؟ عشان ابنه ضربه، ابنه كبر وراح يعني ايه ضربه. صباح الفل. بصوا ضربه فين يا شباب؟ ضربه في عينه. لان الحمام لما اولاده بيكبروا شويه الكبار ما بيعرفوش ولا الصغيرين بيعرفوا اهاليهم يعني. هو سبحان الله كده، ممكن الابن يتجوز امه والبنت تتجوز ابوها، ما فيش اي مشكله في الحمام. هو محطوط ليه غريزه، يعني الغريزه اللي محطوطه في الحمام اللي هو يعرف مكانه. مهما يطير ويروح ويجي بيعرف مكانه. ربنا خلق حمام زينة، سبحان الله شكله حلو. ربنا خلق حمام زاجل عشان يقدر ان هو يرجع بيته كده. كل نوع من الحمام وليه مميزاته يعني. في نجفة عشان نريش على مفيش. فرد الحمام شكل بس، تمام يعني. ده ملوش فطير ولا ليه اللي هو يعرف مكان ولا اي حاجة، هو كشكل بس. ربنا خلقه للزينة، شكله جميل. زي ما في عصافير زينة، في كلاب بتبقى وليفة قوي وشكلها زينة وكيوت والكلام ده. فسبحانك يا رب. طبعا اللي بيركز في الحاجات دي قوي اللي هو بيحب الطير. وربنا برضو خالق في الانسان غريز يعني يعني في شويه ناس بيحبوا الطيور، في شويه ناس بيحبوا مثلا الكلاب، شويه ناس بيحبوا الصيد السمك، شويه ناس مش عارف بيحبوا ايه. فبتبقى غريزه عشان الحياه تكمل. لان لو محدش بيحب طيور الحمام محدش هيهتم بيها ولا ياكلها ولا هيكون في حمام. لو محدش يعني، انت بتلاقي ناس بتحب تربي حشرات، سبحان الله غريزه فيه يعني بتبقى فيه، هو بيروح لها. زي ما احنا كده بنحب الحمام وبنروح له. انتوا فاهميني؟ احنا يعني هي مش بايدينا، احنا بنروح للحمام لان دي جوانا. ربنا بيختص ناس كده بيحبوا دي، وناس شويه ناس بيحبوا دي، وشويه ناس بيحبوا دي كده. تمام. طب في الحمام في ناس بتحب الحمام الزينه، في ناس بيحبوا الحمام الزواجل. ده مش زاجل الاصلي يعني عشان بس الناس في ناس بيحبوا الحمام الزواجل. تمام، كل واحد بيحب انواع معينه. في ناس بيحب يربي شويه حمام عشان ياكل وبتاع. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك ربي لا اله الا انت. تعالوا بقى نعدي على الاوضه التانيه، نبص بصه كده بسيطه. ما شاء الله ما شاء الله. عايز بس كل الناس تكتب في التعليقات سبحان الله، اذكروا ربنا، خلونا ناخد حسنات. اذكروا الله. كل الناس تكتب سبحان الله في التعليقات، تمام. واللي ما اشتركش في القناه دي يا شباب، شوف انت مشترك في القناه دي ولا لا، واشترك معانا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا شباب.